قفلنا السوسته كده تمام، واتأكدنا ان كل حاجة زي الفل. كده الحجر شغال مفيش اي مشكلة. باقي معانا حاجة صغيرة واحدة بس، اللي هي تنظيف الترس نفسه، وده من خلال الفرشة السلك. جبنا الفرشة السلك كده معانا، وهي فرشة مصنوعة من السلك عشان تنظف الحاجات المعدن. الفرشة دي ممكن تلاقيها فين؟ هتلاقيها عند بتوع قطع غيار السيارات. هي تشبه فرشة السنان ولكنها مصنوعة من السلك. طبعا الادوات اللي احنا بنستخدمها ادوات بسيطة، في ناس عندها ادوات اكثر تعقيدا من كده، وان شاء الله لو كان في حاجة محتاجة ادوات اكتر هنجيبها ونوفرها واوريكم ازاي بنستخدمها. كده كده احنا بنحاول ان احنا نعمل صيانة بنفسنا، عشان خاطر الناس اللي بتسألني عن اجزاء او قطع غيار معينة عايزة تعمل لها صيانة. هنتعلم مع بعض في الفترة اللي جاية ازاي نعمل صيانة لاجزاء كتير من الولاعات او لانواع كتير من الولاعات. فلو انت عندك استعداد ان انت تعرف معانا، ما تنساش طبعا تكون مشترك عشان توصلك فيديوهاتنا الجديدة اول باول. طيب احنا كده عملنا التنظيف، ولكن في الغالب ان الترس نفسه محتاج مش بس عملية تنظيف، ده محتاج ان هو يعني يتنقع في جاز اكتر، لان غالبا ان الترس جه عليه مادة دهنية او كده. لكن احنا هنستمر في تنظيفه لحد ما يلمع ويبقى 10/10، ونعدل بس كده الفتيل في النص. تعالوا نملى الولاعة بنزين ونجربها مع بعض. تقول لي بتستخدم بنزين ايه منجز؟ هقول لك بستخدم بنزين اسمه بنزين تنظيف. بنزين التنظيف ده موجود في البنزيمات، تقدر ان انت تروح بنزيمة مصر مثلا للبترول وتشتري بنزين تنظيف وتعبي بالسرنجة عادي، مش لازم ان انت تجيب عبوة زي كده. ده هيكون ارخص واوفر معاك من ان انت تجيب بنزين زيبو، لان سعره دلوقتي بقى غالي جدا جدا جدا. طريقة الملو سهلة جدا، بنبتدي ان احنا نملى. بتنزل معايا بس ما بفضلش دايس على طول، لا انا بملى لحد ما القطنه تتشرب معايا واستنى شويه البنزين يتشرب في كفه القطن، وبعدين ارجع ادوس تاني. ما بفضلش دايس وخلاص عشان البنزين ما يملاش معايا على الفاضي. بس كده بالشكل ده هي رغرغه بنزين اهي من كل حته، وكده هي اتملت معايا. ايديا جه عليها البنزين والبنزين جه على السفنجه اللي من بره دي كده. اوعى تجرب الولاعه وهي خارج الجراب، لازم تحطها مره تانية جوه الجراب بالشكل ده. ويا حبذا لو جبت حته ومسحتها من البنزين اللي حواليها، عشان خاطر ما البنزين ما يجيش على ايدك او يجي على الولاعه فيعمل اشعال في اكتر من مكان. تعالوا كده نجرب بقى مع بعض دلوقتي الولاعه بعد ما احنا عملنا لها صيانه وغيرنا لها الفتيل بتاعها ونضفناها ورجعناها ولاعه تانية زي ما كان. استنى بس البنزين اللي على الترس ده يطير زي ما قلت لك اهو، بنزين حوالين منها كده في كل مكان. استنى البنزين اللي على الترس ده كده يطير كده. وبعد ما استنينا شويه على ما البنزين بتاعها طار من على الترس، ده الترس فعلا يا جماعه محتاج تنظيف من اول وجديد، لان فعلا الترس متاكل جامد. هوريكم ازاي هعمل له دلوقتي عمليه تنظيف قويه جدا هتخلي كل الاثار اللي فيه دي تروح. خليكم معايا. ودلوقتي بعد كثير من التنظيف بالفرشه السلك، اخيرا الترس استجاب معانا وبقى حالته احسن من الاول في الشغل بتاعها. والحمد لله بفضل الله كده احنا عملنا صيانة كاملة للولاعة، سواء ان احنا تنظيف او تغيير الفتيل وتغيير القطن، وعرفنا كده كل حاجة عن الولاعة زيبو. طبعا لو عجبك الفيديو ده ما تنساش دوس لايك سبسكرايب، عرف صباحك عننا واشترك في القناة واستنونا في فيديوهاتنا الجديدة اول باول عشان تعرفوا طرق صيانة تانية مختلفة لانواع تانية من الولاعات. اشوفكم في فيديو جديد. انت لازم تولع عشان نختم الفيديو. دي نقطة برضو كمان نسينا نقول عليها، لو البنزين كان في الولاعة بقاله فترة وانت عايز البنزين يطلع لفوق، خرطومة الولاعة كده زي ما بتشوفهم بيحصل في الافلام،
على فكرة انا نضفته جامد جدا 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 عشان يشتغل بشكل كويس، بس هو يظهر ان الترس فعلا الحالة بتاعته مش افضل حاجة بسبب الدهن او الدهون المتراكمة عليه. واعرفكم في فيديو تاني لو الترس ده بيتغير ازاي ان انت تعرف تغيره، لان بيتبرشم جامد، محتاج مكنة فك برشام ومكنة تقفيل برشام مرة تانية، وده موضوع مش سهل خالص خالص خالص. رجعنا تاني بعد عملية تنظيف، والحمد لله تم تنظيفه واشتغل بكفاءة، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.